خلونا دلوقتي قبل ما نروح لفاصل، هنروح لفاصل بعد شوية، لكن خلونا نشوف تقرير خاص بشاب مصري اسمه علي عبده، قرر ان هو يلف مصر كلها على موتوسيكل. عمل الموضوع ده في 7 أيام فقط، قطع فيها 5864 كيلومتر بمتوسط 18 ساعة قيادة يوميا. هنشوف التقرير الخاص بيه ونروح لفاصل ونرجع على طول مع الأنبا بيمن. استنونا. أنا اسمي علي عبده، مهندس نظم معلومات، 32 سنة من اسكندرية. الحمد لله أنا حققت رقم قياسي عالمي بأطول رحلة على دراجة نارية في 7 أيام، عملت حوالي 7000 كيلو. تقريبا زرت مصر كلها في خلال الرحلة ديت. الناس كتيرة ما كانتش متخيلة إن أنا ممكن أنجح إن أنا أعمل حاجة زي كده، خصوصا بالموتوسيكل القديم دوت. الهدف من الرحلة ديت إن أنا عايز أوصل للعالم كله إن أنا قدرت أروح كل حتة في مصر من غير ما أخاف من أي حاجة، وان في امان في الطرق وفي اماكن جميله يقدروا يزوروها. هنبدا ان احنا نوريكم جزء من المغامره اللي انا عملتها. هي طبعا مش بنفس الاكويبمنت وبكل حاجه على الموتوسيكل، بس يعني اقرب ما يكون، يعني عشان الناس تبقى متخيله ايه اللي بيحصل. دلوقتي احنا وصلنا مكان هنعمل فيه ريست، هنريح شويه، ان الموضوع بيبقى مجهد جدا. انا ممكن نسوق اكتر من 20 ساعه في اليوم، فلازم ناخد مجموعه ريستات خلال اليوم عشان نقدر ناكل ونشرب ونطمن على الموتوسيكل ان هو تمام عشان نكمل بقيه اليوم بتاعنا. خط سير الرحله، يعني الناس كتيره بتسال ازاي عملت 6000 كيلو من غير ما تعدي على نقطه مرتين. هو الموضوع كان صعب قوي في تخطيطه بصراحه، ان احنا نعمل خط سير ما فيهوش تكرار. الناس قدمت لي كل حاجه ممكن تتخيلها، اللي بيتني عنده واللي غداني واللي عطاني بنزين واللي خدني وصلني من مكان لمكان، غير تشجيع الناس بصراحه. يعني دي كانت اكتر حاجه خلتني ان انا اكمل. يعني يومنا انتهى، الدنيا ليلت، المفروض نبدا ندور على مكان نبيت فيه في مكان قريب، يعني في حدود المكان اللي احنا فيه. الحمد لله انا نجحت في اللي انا عايز اعمله، عشان في ناس طيبه كتيره ساعدتني ومؤمنين باللي انا بعمله، وان شاء الله يعني امل ان انا اقدر احقق خططي المستقبليه او الاهداف بتاعتي. عندي كذا رقم قياسي اتمنى ان انا اقدر اكسرهم، وعندي موسوعه الكترونيه شامله عن السياحه المصريه موثق فيها كل حاجه تساعد كتير قوي في تنشيط السياحه. بس للاسف محتاجين حد يدعمنا يعني او يساعدنا في حاجه زي كده، ان ده اكبر امكانياتي الشخصيه يعني.